ودلوقتي مع سباق الحمير، ومش عايز اسمع صوت حمار. انا ما فتحتش بقي يا ددع، مش انت يا ددع. حد من الجماهير يسألني ويقول لي ايه هي صفات ومميزات سباق الحمير، انا اقول له السرعة، القوة، خفة الحركة، خفة الدم. خفة الدم من صفات الحمار؟ لا دي من صفات يعني. وخلاص اكتم يا حاج، مش عايز امد يدي عليك. ودلوقتي نبدأ المسابقة. انا عمري ما اعتمدت عليكم قبل كده، بس جه الوقت اللي اقدر اقول ان انا معتمد عليكم بجد. تلاش يا بابا، ان شاء الله هنكون على قد المسؤوليه. انا بكلم الحمير يا حبيبي. ان شاء الله الحميره هتشرفك يا عم عيد. بس دلوقتي انا عايز افهم ايه اللي هيحصل بقى. احنا هنجري الحمير ونشجعهم من بعيد؟ لا يا حبيبي، مسابقه جري، انتوا هتركبوا الحمير. عارف الفروسيه؟ طبعا عارفين الفروسيه. ادي الحموريه. اللي قدامك ده اول جمهوريه حموريه. ايه ده؟ انت ركبت حمير قبل كده؟ لا، هي كانت مسابقه معلومات عامه وطلعت اول جمهوريه حموريه. انتوا يا اولاد لازم تكسبوا المسابقه دي. انا جايب لكم حصانين، اعز حصانين عندي، دول انا واخدهم هديه من احمد السقا. بس دول حمارين يابا. دول حصانين، انت هتفهم اكتر من احمد السقا. لا ما صح. خلي بالك ده بيرقص كويس قوي. بيرقص ازاي يعني يابا؟ ايوه مش حمار عربي اصيل، لازم اول ما تجري بيه كده يرقص ويشغل اللي جنبك وانت تسبق المسابقه على طول. ابا انا اللي راكبه. ايوه. ده بقى كان كلب، راح لاحمد السقا اشتغل عليه وحوله من كلب لحمار. مكافح. ايوه. طيب دلوقتي ايه اللي هيحصل بقى؟ اللي هيكسب ايه اللي هيحصل؟ هياخد نقط. قطره موجوده في الاجزخانات، ليه مسابقه يعني؟ طب اركبوا خلينا ما تقلقش ما تقلقش يا عم عيد، ما تقلقش. اتفضلوا، ربنا معاكم يا اولاد. ان شاء الله. شدوا حيلكم يا اولاد. انا عايز فرسان، انا عايز تطيروا، مش عايز اشوفكم خالص. خلاص يابا. يلا بينا. والآن مع المسابقة 1 2 3. اوبا يا ولا، يلا يا ولا، اجري يا ولا اجري. بنت يا ولا، هم. خد يا حمار. السباق من هنا يا بنات. مش عارفين الطريق من هنا، شغل الGPS وامشي من هنا على طول. يلا. انت بتعمل ايه؟ ايه؟ انت بتخمس؟ بدوخه. ودلوقتي مع لعبة المتعة والإثارة، المنديل. لعبة المنديل هي لعبة سهلة وبسيطة، بس عندنا في الكفر لعبة حويطة. لعبة المنديل هي كل واحد فيهم ليه رقم: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. تمام؟ اللي هيسمع رقمه هيجيني هنا، هياخد المنديل ويرجع بسرعة على فرقته، كده هيبقى هو الكسبان. حد ليه أي أسئلة تاني؟ بعد اذنك انا. اتفضلي. معلش انا اللعبه دي مش بلعبها بالمنديل، مال بلعبها بالبشكير عشان لما بعرق بنشف فيه. بص يا استاذه، بعد اذن سيادتك انا مش عايز اي تريقه، تمام؟ ونلتزم بقواعد اللعبه يا اساتذه، احنا مش جايين نهرجوا، ماشي؟ اتفضل. حد من الجماهير يسالني ويقول لي ما هي مميزات وصفه لعبه المنديل؟ اقول له تتميز لعبه المنديل بالقوه، بالحركه، باللياقه، باللباقه. والايه؟ اللباقه. خالتك اسمها كباقه. ايه يا حاجه في ايه؟ هتهزقونا في وسط البلد ولا ايه؟ ما نلم نفسينا يا جماعه. يلا ودلوقتي هنبدا اللعبه. يلا رقم 2. خد يا بنت سلمي لي على بوكي. 1. يلا يا شاطر يلا. خد ياض سلمي لي على ابوك. لا يلا حماتي، يلا حماتي، خد يا حماتي. يلا حماتي. يلا. ايه ده 10. يلا تصادم. في ايه؟ 3 1. انت الظالم ده انت راجل ظالم على فكره. انا ظالم؟ انا راجل محايد ولا اقبل هذا الكلام. لا انت راجل ظالم بدليل ان انت حطيت ايدك ناحيتها بالمنديل. لا هتقولي لي ظالم كده، انا هنسحب لانها وصفتني بعدم التهذيب وهذا غير لائق. طب استنى بس، احنا على الهوا. على الهوا ان شاء الله نكون على القمر. الغي اللي حيتش. ايه ده؟ فيها ايه دي؟
ودلوقتي مع مسابقة الإثارة والمتعة ولعبة البولنج. انا عارفها اللعبه دي مميزه قوي، اللي هي بياخدوا مننا عينه بولينج ويبعتوها المعمل تتحلل، وبعدين اللي بيبقى عنده سكر تقريبا بيبقى خسران، صح؟ لا ده هما بيعملوا صورة بولينج كاملة وبعدين انت بتقول ايه؟ يا ابني دي رياضة. غلط؟ لا بقول غلط. الكورة اللي بتتمسك وتتحدف على الأهداف دي. ايوه عرفتها. طب فين الاهداف؟ أيوة طبعا فيها أهداف. ادخل يا رجالة. لا ثانيه واحده يا جماعه، هي مش الاهداف دي بتبقى خشب؟ هي الناس دي خشب؟ لا دول بني ادمين بحقوا حقيقي، واللي هيموت اكبر عدد منهم هو اللي هيكسب. اللي يموت أكبر عدد؟ انت مهددهم ولا ماسك عليهم حاجة دول؟ لا دول جايين حبا وتطوعا في الرياضه مش اكتر. يا جماعة ما هي دي أصل اللعبة دي مستحدثة تعود لأيام الفراعنة اللي هو العصر الفاطمي. كان الملك دحنجل الثامن يجيب العيال في المعبد يقوم مفلق فيهم بالقلل، فالعيال تموت. أعدائه ما سكتوش، قاموا مدخلين ابن أخته في وسط العيال، قام مفلقه بالقلة، فزعل عليه توثيقا للعبة قام عامل العيال الخشب. يعني مع كامل احترامي طبعا لاجتهادك ولبحثك وكده، يعني في معلومات من اللي انت قلتها صح، مش كلها غلط، ولكن لا معلش خليني اعدل لك المعلومه، انا اسف. هو بتعود فعلا للعصر الفرعوني، ولكن دي من اختراع الشيف شربيني رع. ده كان بيعمل لعبه اكله كده اسمها بودنج. عارف البودنج اللي هي الشوكولاته كلنا عارفينها، بس كان بيعملها على شكل كوره، وجميعنا يعلم الكوره معناها ايه بالانجليزي؟ بولي. كوره معناها بولينج؟ لا بول عادي. بول أيوة. فهي بقى سموها بولينج نسبة إلى البودنج بتاع الشيف شربين رعا. بومبا احنا محتاجين نتكلم. شور طبعا. على فكرة احنا لو تجاذبنا أطراف الحديث هنلهم بعض. أنت ملهم. هتولع. نلهم. بس بقى بس يلا عايزين نبدأ دي فلاحي؟ لا مش فلاحي، بس أنا ألدغ في الهمزة. اتفضل. نبدأ ولا إيه؟ نبدأ طبعا. يلا نبدأ. بس استاذنك قبل ما نبدا، اشمعنى الحاج سعيد بيلعب بخوذه وانا لا؟ يعني انت عايز الخوذه يعني؟ خدها ايه؟ لا مش دي يا ناصح، دي انت مغطي بيها الخوذه. انت قصدك على دي؟ لا ما ينفعش. يلا بقى نبدأ بقى. يلا نبدا. يلا وهنبدأ بالفريق الأول، الفريق البرتقالي. مين فيكم اللي هيضرب أول واحدة؟ انا اللي هضرب اول واحد. لا انا اللي هضرب اول واحد. اقول لك انا اللي هضرب اول واحد. انا اللي هضرب اول واحد. طب انا لو ما ضربتش اول واحد هزعل واتكبس وامشي. وتبقى زي عم عيد القموصي. لا انا مش عايز ابقى زي عم عيد. لا. خلاص ابدا انت. يلا ابدأ. ضحكت عليك. يلا ابدأ. تشجيع البرتغالي 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 البرتغالي. جاهز يا زومبي؟ ايوه. أحسنت يا زومبي، أحسن. جيب مي 5. تشجيع البرتغالي 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 البرتغالي. يا عم غش، في واحد فيه الروح، والله في واحد فيه الروح اهو. يا جدع بطل كلام فاضي. يلا ودلوقتي جه دور الفريق الأزرق. تشجيع. تعرف تنشن؟ لا طبعا. طبعا على الابيض. طب هقول لك على حاجه، بص، دول 10 تنفار، لو غمزنا كل واحد منهم ب 100,000 جنيه يبقى احنا كده رمينا مجرد مليون جنيه مقابل ان احنا كسبنا المسابقه دي. ارمي مليون جنيه عشان اكسب كرومبا؟ لا، عشان تكسب كرامتك. مش عايز، ما انا عايش زي الفل، مفيش حاجه. دي الكرومبا اغلى من اللي انت بتقوله ده بكتير قوي. كرامتي ايه وبتاع ايه؟ سيبني انا هتصرف. معلش انا اسف للحكم ريفري، معلش انا اسف. في واحد مش مظبوط ومش واقف عدل، انا هشاور لك عليه عشان ده مش فير. اتفضل. هو كده مش فير. مساء الفل يا رجاله. اللي انا معايا 600 جنيه محيرني، مالهمش عازه وخايف لا يقعوا من جيبي. القله هتتحدف، جت ما جاتش تنزلوا انتوا على طول. لما يحصل ده الفلوس دي بتاعتكم وعليها بوسه. يا أستاذ، أنت يا أستاذ خلص بقى، عايزين نبدأ المسابقة. كده فير، هما كده تمام، كده فير. يلا عايزين نبدأ. يلا جاهز؟ جاهز. يلا حدد هدفك
1 2 كل واحده موتتهم كلهم ازاي؟ ده اكيد جرافيك ده ولا ايه؟ احنا كده كسبنا. لا كسبتم ايه؟ المسابقة دي بالذات نتيجتها بتطلع تاني يوم بعد ما نشوف تقارير الطب الشرعي ونشوف المصحات ونشوف الدنيا. افرض الراجل اللي واقف ده مات من ضربة شمس، افرض كان متخانق مع مرته في البيت مثلا ولا حاجة، افرض جات له جلطة، صح ولا أنا غلطان؟ تمام، انت عندك حق، ما تشيلش هم. الدفاتر دفاترنا ومكتب الصحة بتاعنا. تمام يا كبير. وبكده يكون اليوم الأول قد انتهى والمسابقة والجزء العملي خلص. ولقد حصل فريق خميس سان جيرمان على 7 نقاط. يس. وحصل فريق بلاطة سراي على 60 نقطة. بلاطة 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 بلاطة. بس يا حبيبي، وبكده يكون اليوم الأول قد خلص، ونلقاكم غدا في المسابقة الثقافية. تسجيل